اي حاجه وكل حاجه كانت بتربطك بالانسان ده تقطعيها. سعيده وان انا احس باحساس النشوه. فاحساس النشوه ده بيبقى احساس وقتي، دي كلها لحظات وقتيه بتحسسك بيه النشوه. لكن السعاده بقى هتيجي منين؟ لما الراجل اللي انت بتحبيه هيقولك انا بحبك. ازاي اطلع من علاقه سامه بحبه ولكن الشخص ده انا شايفه ان انا مضروره داخل هذه العلاقه؟ ابتدي قدري نفسك وصدقي انك تستاهلي احسن منه، علشان جمله انا مش عارفه لو سابني هلاقي زيه فين تاني. انا مش عايزاه تاني، انا مش عايزاكي تاخدي واحد زيه، بس سيبناه ليه؟ انا عايزاكي تاخدي واحد ابجريد احسن يا ماما. بطلي تحطي للشخص اللي قدامك اعذار علشان خاطر تتاكدي او تشعري ان الشخص ده بيأذيكي. فلما حضرتك هتحسي بالاذى وتشيلي الاعذار من المعادله هتعرفي تسيبيه. انا مش هعرف اعيش من غيره، انا مش هعرف اعيش من غيره، انا هقطع انا بحبه قوي. في هو الكون والعصافير اعمل ايه؟ ابدله. ممكن ما يبقاش بواحد، يعني مش شخص، ابدله بشويه حاجات. صحابي يدولي الدعم، اهلي يدولي الدعم، اشتغل، املى وقتي، اخد كورسات، ابص على نفسي، اركز على نفسي، اغير لون شعري، اقصه او اطوله، اتخن او ارفع، ابتدي اعمل شويه حاجات جديده فالاقي بديل ليه. اكتر قرار صعب في الدنيا على واحده ست انها تقرر انها تسيب راجل بتحبه. اكتر قرار ممكن يوجع القلب ويجنن العقل ان احنا هنسيب بعض وتعملي كات. لازم انتي قبليها باسبوعين 3 تكوني مفكره واخده قرار وحازمه جدا ومؤهله نفسك ان انا هسيبه من غير ما تبيني له. ازاي دي؟ ما اعرفهاش. وبعدين واحنا بنقول بقى القرار، احنا ما ننفعش لبعض يا ابن الحلال. لازم تبقي حازمه جدا، في نفس الوقت لازم تبقي مقرره قرار نهائي. يعني احنا كل شويه مع بعض ونسيب بعض، مع بعض ونسيب بعض، مع بعض، بعد كده مش هيبقى ليكي اي احترام. علشان تطلعي من العلاقه السامه لازم تقطعي اي شيء وكل شيء يربطك بالشخص ده. صحاب، سوشيال ميديا، خروجات، اماكن، ذكريات، اغاني، رسايل، اي حاجه وكل حاجه كانت بتربطك بالانسان ده تقطعيها. اقطعيها واقطعي معاها الصفحه، ما تقلبيهاش عشان لو قلبتيها ممكن ترجعي لها تاني. اقطعي الصفحه تماما. اي حته كنت بتروحوها ما تروحوهاش، ما تروحيهاش لمده سنه سنتين. اي بني ادم بيتكلم معاه ما تكلميهوش بادب، يعني مش لازم تتخانقي. اي حاجه على السوشيال ميديا ما تتابعيهاش. كل شيء يربطك بيه لازم يختفي عشان تعرفي تعدي او تخرجي من هذه العلاقه السامه وانتي تمام. الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. احنا في كون بيحكمه ربنا سبحانه وتعالى. فربنا هو اللي هيداوي وهو اللي هيطبطب وهو اللي هيرزق وهو اللي هيكرم وهو اللي هيبعد وهو اللي هيقرب وهو اللي هيعمل لك كل حاجه حلوه. فقبل اللي انا قلته ده لازم تدعي ربنا سبحانه وتعالى من قلبك. انا فلان الفلاني بحبه بس تعبني، لان ممكن النتيجه في الاخر ان هو يهدهولك وتتجوزيه وتقربوا من بعض والدنيا تبقى زي الفل.